تحدث محمد أبو تريكة عن الفوز الكبير لريال مدريد على موناكو في دوري أبطال أوروبا في تصريحات قوية عكست قراءته لما قدمه الفريق ورسالة هذا الانتصار. فماذا قال أبو تريكة؟ أولاً، أبو تريكة قال: ما فعله ريال مدريد اليوم ليس مجرد فوز عريض، بل رسالة قوية بأن هذا الفريق يعرف كيف يعود عندما يشكك فيه. 6 أهداف ليست صدفة، بل انعكاس لهوية هجومية عادت بقوة. ثانياً، أبو تريكة قال: اللافت في المشهد هو أربيلوا، مدرب صدم الجميع، دخل بهدوء دون ضجيج، وقرأ المباراة بذكاء، أعاد الانضباط وحرر اللاعبين نفسياً، فشاهدنا ريالاً شرساً مباشراً وواثقاً. ثالثاً، أبو تريكة قال: عندما يتحرك فينيسيوس جونيور ويبتسم كيليان مبابي ويقود جود بيلينغهام الإيقاع، فأنت أمام ريال مدريد الذي يخيف أوروبا. وفي النهاية، أبو تريكة قال: ريال مدريد لا يموت، قد يهدأ، قد يتعثر، لكن عندما يقرر العودة يفعلها بهذا الشكل الصادم. وهذه ليست بداية مشروع فقط، بل عودة الملكي بوجه جديد.